شوف، هو لما الإنسان يتبع نظام غذائي مليح ويبتعد عن السكر، في الأول راح يشعر بتوتر، لأنه معظمنا عندنا إدمان في السكر الأبيض. مع الوقت بعد فترة راح يحس براحة نفسية ويشوف أنه نظام الحياة نتاعو الجديد تبدل، ولا يحس نفسه يعني ناشط، رجع يحس بالنشاط أكثر. يعني الأضرار نتاع السكر الأبيض بدأت تقل. السلام عليكم، معكم بوزنة جاسم، مهندس دولة وقاية أمن صناعي، متخرج من جامعة باتنا دفعة 2012. واليوم أنا ضيف عند الأخ أيمن كبائع مكملات غذائية. مشروعي الآن هو محل بيع المكملات الغذائية بكل أنواعها، سواء زيادة الوزن ولا زيادة القوة ولا إنقاص الوزن ولا زيادة الكتلة العضلية. كمثال على المكملات هذه كاين أنواع كثيرة اللي معروف منها كثير، الواي بروتين أو مصل اللبن، كاين الكرياتين، كاين احماض الامينيه، كاين حوارق الدهون، وكاين محفزات الطاقه. هل اقوم بوصف برامج غذائيه للناس؟ حاليا يعني في الوقت اللي احنا عايشين فيه الانترنت متطور ومواقع التواصل الاجتماعي كثيره، وحتى يعني مواقع الذكاء الاصطناعي سهلت كثير على الناس انهم يحصلوا برامج غذائيه. لكن يبقى أنه الخبرة اللي عند مدرب كمال الأجسام ولا مدرب في بائع المكملات الغذائية تكون عنده خبرة يساعد أكثر وأكثر. هذا كاين ناس كثيرة حتى تكون عندهم خبرة يسألوني باش يديو خبرة نتاعي ولا باش نعطيهم يعني نصائح ممكن هما ما يعرفوهاش وما يلقاوهاش في بعض الأحيان. الخبرة نتاعي هذه في المجال هذا بديتها يعني في نفسي، سواء في المكملات ولا في الغذاء، في النظام الغذائي. بديت نتعلم في الجسم نتاعي، وما المعلومات اللي ديتهم كنت نطبقهم على الجسم نتاعي كرياضي قبل ما نكون كمدرب. أقصر مدة للنظام الغذائي لإنقاص الوزن يمكن تكون شهر ونص حتى شهرين. بصح هو يعني النظام الغذائي هو كما نقولوا مود دو في نورمالمون، ماشي يعني واحد ينقص الوزن جوست ينقص له الوزن نتاعو يرجع للنمط اللي كان عليه. المفروض انه يكمل على النظام الغذائي الصحي. شوف، هو البرامج الغذائيه لانقاص الوزن وزياده الوزن، هو كاين انظمه كثيره لانقاص الوزن. مثلا كاين الصيام المتقطع، كاين الكيتو، كاين برنامج متوازن بين البروتين وبين الكارب. هو المعادلة لازم تكون تعرف السعرات الحرارية. مثلا في إنقاص الوزن لازم السعرات الحرارية اللي تقدمهم الجسم نتاعك يكونوا أقل من السعرات الحرارية تحرقهم في اليوم هذاك. وأما زيادة الوزن لازم تقدم الجسم نتاعك سعرات حرارية أكثر مما تكون تحرق في اليوم هذاك. لزيادة الوزن لازم يكون السعرات الحرارية تقدمهم الجسم نتاعك يكونوا أعلى من السعرات الحرارية اللي تحرقهم في اليوم. لكن النظام الغذائي لازم يكون مركب على أغذية صحية. هل ممارسة الرياضة ضرورية مع هذه البرامج؟ طبعا الرياضة مهمة جدا مع البرامج الغذائية لزيادة الوزن أو إنقاص الوزن. وأما عن الرياضة الأهم يعني ولا الأنسب مثلا في برامج إنقاص الوزن، رياضة الكارديو أو رياضة المشي والجري. ثاني حاجة الناس تغفل عليها كثير اللي هي رياضة كمال الأجسام. رياضة كمال الأجسام مع إنقاص الوزن هذه رياضة يعني جد ضرورية، تخلي الجسم بعد يحافظ على الكتلة العضلية نتاعو مع إنقاص الوزن، وتخلي الجسم يبان يعني ما يحدث فيه ترهلات بعد ما ينقص الجسم من الدهون، عكس مثلا اللي ينقص بالنظام الغذائي فقط بدون رياضة كمال الأجسام ولا تلاقي عندهم بعد ترهلات في الجسم نتاعو، وراح ما يعجبوش المظهر نتاعو مثل واحد كان يمارس رياضة مع النظام الغذائي. طبعا الرياضة تساعد باش دير نتيجة أفضل. وكاين نقطة ثانية نوضحها على واش قلت لك رياضة كمال الأجسام. رياضة كمال الأجسام تخليك باش تبني عضلات أكبر، ولما يكون الجسم فيه عضلات أكبر يكون قادر باش يحرق سعرات حرارية أكثر. يعني كل ما تكون العضلة أكبر كل ما تحرق سعرات حرارية أكبر. هل المكملات الغذائية ضرورية مع هذه الأنظمة؟ يعني مش بالضرورة، على حساب الهدف وين حاب يوصل الرياضي. هو أهم حاجة في الأنظمة الغذائية سواء في زيادة الوزن أو إنقاص الوزن هو النظام الغذائي بحد ذاته.
اما المكملات فهي تكمل، هي اصلا اسمها مكملات. كاين ناس بزاف يعني يفكروا ان المكمل الغذائي هو مكمل سحري، بصح يبقى هو النظام الغذائي وجودة التمرين والنوم ثاني. النوم ما نهملوهش كثير، ما نقولوش كمية النوم. كاين الناس ما تفرقش بين كمية النوم وجودة النوم. جودة النوم اللي مثلا في الناس اللي تسهر كثير يدير عندها هرمون الكورتيزول، واللي هو يقولوا له هرمون القلق، يزيد نسبة الدهون في الجسم، ينقص من عملية الاستشفاء العضلي. يعني هذا الهرمون حيأثر سواء في إنقاص الوزن سواء في زيادة الوزن. حتى مثلا كل الرياضيين اللي يلعبوا كرة القدم ولا لازمهم استشفاء عضلي، هذا الهرمون يعني راح يعطلهم في المسيرة نتاعهم. لهذا يعني النوم جودة النوم اللي هي تكون ما بين 11 تاع الليل كأقصى حد 11 تاع الليل، باش تقدر تدخل في النوم العميق او كما يسميوه ديب سليب. جودة النوم باش واحد يتحصل على جودة النوم كاين طرق كثيرة لازم تتبعها باش تحصل على جودة النوم جيدة. من بينها يعني استغناء عن الهاتف النقال بفترة قبل النوم. تحاول تنام يعني 11 ساعة الليل، تكون يعني ديك الساعات باش تروح للنوم تاعك. الوقت اللي ترقد فيه يعني كأقصى حد قلنا 11 ساعة الليل. إطفاء الأنوار. كاين حتى اللي عندهم مشاكل مثلا في صعوبة في النوم، تطفئ أي ضوء يكون عندك في الغرفة. يعني حتى مثلا تاع منبه ولا حاجة لازمك تطفي أي حاجة. ابتعاد عن الكافيين على الأقل ب6 ساعات قبل النوم. هو مش بالضرورة يكون على 11، لكن يعني الوقت نتاع 11 ولا 10 نتاع الليل هو أفضل. ربي سبحانه لما خلق الليل والنهار دار أنه في الليل ينقص فيه الأكسجين، يزيد فيه ثاني أكسيد الكربون مما يسبب الخمول، عكس النهار اللي يزيد فيه نسبة الأكسجين وينقص ثاني أكسيد الكربون. اللي يعني المفروض أنه الوقت يكون فيه نشاط، ما يكونش فيه نوم إلا الحالات إلا للضرورة. يعني ربي سبحانه دار الليل للنوم. وهذا النوم ديب سليب هو 75% من هرمون النمو ينتجه جسم الإنسان في النوم العميق. ما هو سبب تخوف الناس من المكملات الغذائية؟ هو لعدم تفريقهم بين المكملات الغذائية وبين الهرمونات والمنشطات. كثير من الناس يعتبروا أن المكملات الغذائية هذه عبارة عن منشطات وهرمونات، وهذا خطأ يعني كبير ما عنده حتى علاقة بينه وبين. هو الفرق بين المكمل والهرمون بالنسبة للجسم. المكمل الغذائي هو يعطي الخيار للجسم ماذا يأخذ وماذا يترك، ويعني للتطور اللي يحتاجه الجسم. أما الباقي يرميه عادي مع الأكل العادي. أما الهرمون والمنشط هو يعطي أمر للجسم للتطور حتى فوق الطاقة نتاعو. كمثال المكملات الغذائية فيها كثير من المكملات اللي مصدرها مصل الحليب ولا فول الصويا ولا بروتين البقري، واللي هو غالبا قليل عندنا في بلادنا خاطر الشركات اللي يتعاملوا مع المذابح الإسلامية قليلة. يعني يركزوا كثير على الواي بروتين اللي هو مصدره مصل اللبن ولا مصل الحليب. الواي بروتين هو لما يصنعوا الأجبان، الماء هذاك اللي يبقى هو يكون غني بالبروتين، ياخذوه للمصانع وباش يفوت على عدة عمليات منها التجفيف باش ياخذوا البودرة هذيك هي البودرة هذيك يفوتوها على عمليات من بينها عملية الطرد المركزي اللي تقوم بفصل المكونات. مثلا يحبوا يستخلصوا واي بروتين منزوع السكر اللي يسميوه بالايزوليت ولا معزول البروتين، هذا يكون زايد في نسبة البروتين وناقص في السكر. هو يعني نفس الطريقة اللي يستخلصوا بها حليب سيلوات ولا يفصلوا بها أي مكون غير مرغوب فيه مثلا. هذا هو يعني المصدر الأساسي نتاع معظم المكملات. نروحوا مثلا الأحماض الأمينية هو الواي بروتين يقوم بعملية تكسير الروابط البيبتيدية للحصول على أحماض أمينية.
بعدها يفرقوا الأحماض الأمينية بعدة طرق، منها الفصل الإيوني ولا عملية الطرد المركزي للحصول على كل حمض أميني وحده، ويعاودوا يركبوهم مع بعضهم للحاجة. مثلا كما تشوف هذه البي سي ار، هذه لا هي عبارة عن 3 أحماض أمينية أساسية للجسم الإنسان ما يقدرش ينتجهم، لازم يكونوا في المكونات نتاعو، سواء من الأكل راح تكون بنسبة قليلة ولا من ولا تجيبها من المكملات الغذائية. وما هيش يعني جد ضرورية الواحد حب يتبع نظام غذائي بقدر أنه يكون النظام الغذائي بحد ذاته يكون جيد. الكرياتين هو مكون من 3 أحماض أمينية ينتجه الجسم في الكبد، ونلقاوه في بعض المأكولات، في اللحوم الحمراء وبعض الأسماك. المهمة نتاعو هو إيصال الأي تي بي للعضلة. الأي تي بي هي الطاقة، يعني لما يكون في الجسم فيه الكرياتين أكثر تكون في الجسم عندك طاقة أكثر. المخصص للرياضيين أكثر حاجة، يعني للناس اللي تستعمل القوة لحمل الأثقال ولا لكمال الأجسام. أما الهرمونات والمنشطات كما تعلم هم عبارة عن أدوية. مثلا كما كاين هرمون تستوستيرون اللي هو هرمون الذكوري، تلاقيه بنسبة كبيرة عند الذكور مقارنة بالإناث، لهذا تلقى عند الرجال العضلات أكثر من النساء ولا القوة أكثر من النساء. كاين ناس يعني احنا جسم الإنسان ننتجو بكمية، كاين عندنا بعض المكملات اللي تساعد أنه الجسم الإنسان يعني ينتجه بطريقة طبيعية، لكن ما يقدرش يفوت يعني الحد الأقصى نتاعو طبيعيا. مثلا كاين الزنك، كاين عشبة التريبيليس، كاين عشبة الطونغاطالي، هادو طبيعيين عادي، يعني هادو مجرد فيتامينات ولا أعشاب، يعني خدمتهم أنهم يرفعوا مستوى التستوستيرون في الجسم طبيعيا. أما البعض يروحوا يستعملوه من الخارج على شكل حقن، هذا يؤدي مع الوقت أنه الجسم بحد ذاته يتوقف عن إنتاجه، لأنه يجيه من برا بكميات أكبر من ما هو ينتج. مثلا جسم الإنسان يشوف نفسه يتعب باش ينتج بكميات صغيرة، هو يجيه من برا بحقنة بكميات أكبر. مع الوقت الجسم يتوقف على الإنتاج الواحد، مما مثلا يسبب في الخصوبة عند الرجال. مثلا عند النساء يكون عندهم الصوت خشين، مثلا صوت خشن مثل الرجال. كاين مثلا من الهرمونات كاين هرمون الجي اش أو هرمون النمو، ينتج جسم الإنسان طبيعيا، وكما قلت لك ينتج الجسم 75% في وقت النوم العميق. كاين ناس يستعملوه من برا فيأثر على بعض الأعضاء الداخلية نتاع الجسم. كاين هرمون تاع الغدة الدرقية تاني يستعملوهم، ومن أخطر الهرمونات اللي يستعملوهم في كمال الأجسام اللي هو هرمون الأنسولين اللي يستعملوه في مرض السكري. لقاو عنده نتائج جد إيجابية في كمال الأجسام. كاين ناس بزاف يتقرر بهم أنهم يحصلون على نتائج جيدة، يروحوا يستعملوا هرمون الأنسولين هذا. كاين حادثة صارت قبل سنوات نتاع لاعب مشهور تاع كمال الأجسام، استعمل جرعة نتاع الأنسولين بعد التمرين مباشرة، وهو يعني عنده وقت أنه يدخل سكر بسيط بعد ما يستعمل الأنسولين. فكان في محادثة هاتف ونسى أنه ما ياخدش السكر، صراله نزول حاد في سكر الدم، في السكر في الدم. الوقت اللي دارك الأمر لقاوه دخل في الغيبوبة وحبة نتاع العنب في فمه، يعني ما قدرش حتى أنه يمضغها ويبلعها. كون بلعها قبل شوية يمنعه. وقتها شركة نتاع الهرمونات حبت تستأل الأمر وقالت أنه اختناق بالأكل، لكن الطب الشرعي بعدها أثبت أنه من نزول السكر في الدم دخل في الغيبوبة. بعدها كاين هرمونات يعني الخطورة نتاعهم بسرعة، وكاين هرمونات الخطورة نتاعهم على المدى البعيد. في بداية استعمال الهرمونات صراو يعني مشاكل صحية كثيرة للرياضيين، بداو وقتها يبتعدوا عن استعمال الهرمونات. راحوا شركات نتاع الهرمونات ابتكروا الهرمونات على شكل حبوب. يعني انت دوك لما تشوف يجيبوا لك هرمونات على شكل حبوب ولا هرمونات على شكل حقن، يعني نفسيا راح ترتاح للحبوب اكثر، وهي بالعكس، يعني الحبوب اكثر خطوره من الحقن. يعني هما الرياضيين
اللي داخلين في مستوى عالي يستعملوا الهرمونات، يقول لك اذا تحتم الامر نستعمل الحقن ما نستعملش الهرمون، ويبقى هذا مع استشاره طبيه ومدرب كمال اجسام ولا مختص في الهرمونات، ويبقى خطر على جسم الانسان وفيه اعراض جانبيه ولو على المستوى البعيد. ويستحسن اختيار المكملات الغذائيه يعني ابتداء من طبيعه جسم الرياضي. هما كاين 3 انواع نتاع الاجسام اساسيه اللي يسميوهم اندومورف وميزومورف واوكتومورف، وطبعا في بعض الحالات يكون الجسم بين مثلا النوع الاول والنوع الثاني، او النوع الثاني والنوع الثالث بنسب، يعني ممكن يكون بين النوع الاول والنوع الثاني متقارب النوع الاول اكثر. اوكتومورف هو يعني جسم النحيف يكون بالتقريب يعني شكله مستطيل. اما الميزومورف يكون ذو بنيه عضليه يعني لا باس بها، ويكون شكل الجسم نتاعو بالتقريب مثلث، يعني يكون اكتافه اعرض من الخصر. والنوع الثالث اللي هو يكون يميل اكثر للسمنه اللي هو الاندومورف، ويكون نوع الجسم نتاعو بالتقريب مربع ولا يميل للسمنه. هل المكملات مناسبه للرجال والنساء؟ طبعا المكملات ما يعني يستعملوها كل الرياضيين سواء النساء او الرجال. هل من المستحسن استثمار ميزانيتك في النظام الغذائي او في المكملات الغذائيه؟ دونك على حساب المدخول تاع الشخص. هو لما الانسان يبدا في نظام غذائي عنده نسب تاع البروتين ونسب تاع الكارب ونسب تاع الدهون الصحيه لازم يحسبهم ويدخلهم في النظام الغذائي نتاعو. هنا اذا كان المدخول نتاعو او الميزانيه نتاعو تكون صغيره، انا نفضل انه يركز على النظام الغذائي احسن من يروح يشيل البروتين ويكون النظام الغذائي نتاعو غير متكامل ابدا، لان المكمل يكمل الاكل وليس يعوض الاكل. هو المستحسن انه يدير نظام غذائي جيد ويكمل بالمكملات اذا كان عنده. في الاخير ننصح المتابعين تاعنا كرياضيين انهم يتبعوا نظام غذائي صحي كاسلوب حياه وليس كريجيم يعني فتره محدوده ويتوقف، والاعتداء بجوده الاكل والابتعاد عن المأكولات الغير صحية خاصة السكر الأبيض والدقيق الأبيض. شوف، هو لما الإنسان يتبع نظام غذائي مليح ويبتعد عن السكر في الأول راح يشعر بتوتر، ولأنه كان كما نقولوا عنا معظمنا عنا إدمان في السكر الأبيض. مع الوقت بعد فترة راح يحس براحة نفسية يعني، ويشوف انه نظام الحياه نتاعو الجديد تبدل ولا يحس نفسه يعني ناشط، يرجع يحس بالنشاط اكثر، بدا يحس يعني ما يعني المخلفات تاع يعني الاضرار تاع السكر الابيض بدات تقل، اللي كانت تدير ضغط الدم، كانت تدير افراز الانسولين بكثره في الجسم، كانت حتى انه من خطوره السكر الابيض انه يزيد في الشيخوخه مبكرا، احتماليه الاصابه بالزهايمر ثاني. يعني الاعتماد على الاكل الصحي هو كنظام حياه راح يبدل لك يعني حياتك 180 درجه. وشكرا لكم، بارك الله في الاخ ايمن، وان شاء الله كنا خفاف عليكم، ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير.